ورجعت لكم تاني، ودي تاني حلقة لينا مع بعض إن شاء الله، وإن شاء الله مش هتكون الأخيرة. في حلقات كتير جاية وهنروح حتت وهنلف مع بعض وهنعمل كل حاجة، وهرد على أسئلتكم وأي شيء أنتوا هتحتاجوه أنا هكون معاكم فيه. وندخل في الموضوع على طول. كان أول شغل ليا في أمريكا. طيب نبتدي الأول بإزاي هنا الشغل بيتم، بما إنك جاي كإنسان مهاجر. تمام. بالنسبة للخطوات بتاعتك أو للأوراق اللي أنت هتحتاجها هنا علشان تشتغل، فأنت محتاج حاجتين. أول حاجة السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك، أو بالبلدي كده اللي هو الرقم القومي بتاعك. أنت هتحتاجه، دي أول نقطة. وده بيجي لك على البيت على العنوان اللي أنت مسلمه لإدارة الجوازات والهجرة هنا. وتاني حاجة تصريح العمل اللي هو الورك بيرميت، هو ده اللي أنت بتقدر تشتغل بيه. فأنا بالنسبة لي كان الوضع معايا مختلف. أنا قعدت حوالي 6 شهور مستني الأوراق بتاعتي عقبال ما تيجي. فطبعا ده كانت مدة كبيرة، يعني فضلت قاعد 6 شهور. طبعا أنت بتوصل لمرحلة إن أنت زهقان ومش لاقي حاجة تعملها، وعلشان أنت جاي هجرة فنصيحتي ليك إن أنت ما تجازفش مثلا تروح تشتغل كاش أو حاجة زي كده، لأن لو حصلت مشكلة ده ممكن يأثر على الورق بتاعك إن أنت تكمل إجراءات الهجرة بتاعتك وتاخد أوراق. فما طولش عليكم، قعدت بعد 6 شهور جالي السوشيال وجالي تصريح العمل بتاعي. فزي أي واحد مهاجر، أول شغلانة وأسهل شغلانة هتلاقيها وتدور عليها كانت بالنسبة لي أوبر. طيب حلو قوي، يلا بينا نفتح الابليكيشن. نزلت الابليكيشن بتاع أوبر. قدامك اختيار من الاتنين. اول اختيار ان انت تشتغل اوبر رايد، وده اللي هو توصل الناس المشاوير، وده طبعا اللي بيعمل فلوس اكتر من اوبر التاني اللي هو اوبر ايد بتاع توصيل الطلبات الاكل. انا بالنسبه لي في وقتها ما كانش معايا عربيه تسمح ان انا اعمل توصيل الناس، لان انت لازم يكون معاك عربيه بمواصفات خاصه شويه، يعني حوالي 7 سنين الموديل بتاعها، ما يبقاش قبل كده. تمام. وتكون يعني عربية كويسة وبتاع. أنا العربية اللي كانت متاحة تحت إيدي كانت عربية قديمة شوية. فقررت إن أنا هشتغل أوبر إيت، أو أوبر توصيل الأكل للمنازل. فقدمت على الابليكيشن. باختصار شديد برضو لأي حد عايز يبتدي الموضوع دوت، الأوراق اللي مطلوبة منك رخصة القيادة بتاعتك، والسوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك، ولوحة العربية، وورقة التأمين بتاعة العربية. فالأوراق دي كانت متاحة موجودة يعني. وأنا في الآخر كمان شوية هحكي لكم إزاي تطلع الرخصة في أمريكا، ودي هتبقى حاجة يعني مثيرة شوية للاهتمام. إزاي تطلع الرخصة هنا، لأن الرخصة هنا صعبة مش سهلة إن أنت لما تيجي تطلعها. مش على السواقة، على الامتحان النظري بيبقى صعب شوية، بس هشرحه لكم طبعا. المهم، أنا قدّمت طبعًا كل الأوراق، ومش عارف بيقول لك افتح الموبايل وخُد صورة بالكاميرا وبتاع. فعملت كل الأشياء دي وتوكّلت على الله وبدأت. قبل ما ندخل في التفاصيل overall، أنا أياميها كنت شغّال Uber Eats في نيويورك. وهاقول لك بصراحة يعني هاجيبها لك من الآخر، هي كشغلانة مش مُجزية. يعني لو أنت حابب إن أنت تطلّع منها فلوس حلوة، لأ هي مش بتعمل فلوس حلوة. ممكن Uber Ride توصيل الناس تعمل فلوس كويسة، لكن Uber Eats الdelivery ده مش هيجيب هَمّه يعني من الآخر يعني. فبس، فأنا بدأت. والشغلانة دي كانت challenge بالنسبة لي، أو تحدي كبير جدًا بقى. تحدي في إيه؟ تعالَ أنا أقول لك بقى. أول تحدي إن أنت لسه جديد على البلد، فأنت مش حافظ الطرق، مش حافظ المداخل والمخارج، وفين المكان ده والمطعم الفلاني فين والحتة الفلانية فين. فبتبقى متلخبط. أي نعم، أنت ماشي على الجي بي إس، هو بيقول لك ادخل يمين ادخل شمال، في إشارة هنا، في مش عارف إيه. بس برضو لما بتبقى أنت حافظ بتبقى الموضوع بيريح معاك يعني. فالمهم،
بقى بدأت اشتغلت الشغلانة دي، كنت بانزل كل يوم من الصبح لحد بالليل، أقعد ألف في الشوارع، أروح المطعم ده آخد منه أوردر، أروح المطعم ده آخد منه أوردر. فالشغلانة دي هتعلمك إيه بقى؟ الشغلانة دي هتعلمك الأماكن، وهتعلمك الكوميونيكيشن أو التواصل مع الناس. بس بقى إيه ليها متاعب شوية، يعني أنا هحكي لكم كده موقفين عدوا عليا. ده في صوت زي مطافي او اسعاف حاجه كده يعني، ما علينا. آه الموقفين اللي عدوا عليا، اول حاجه كانت التنمر، او يعني مش التنمر، اللي هو التريقه. مبدئيا انت مهما كان الليفل بتاعك في الانجليش، اول ما هتوصل بالنسبه لهم زي عندنا كده في مصر، لو واحد جه علينا مش مصري على طول بمجرد ما يفتح بقه هنعرف على طول ان ده مش مصري يعني. ففي بعض من الاشخاص يعني ايه تريقه على الاكسنت بتاعتك، يعني ما علينا من الموضوع ده. هو الموقف بقى اللي انا اذكره كويس جدا، وده اللي احنا اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات لما اتكلمنا على الموضوع بتاع الخط بتاع الموبايل، لما قلت لك من ضمن الاساسيات ان انت تجيب خط الموبايل. ف افتكرت الموقف ده، فقلت لا بقى انا ايه احكي لكم الموقف ده، هيبقى موقف عظيم يعني، هيبقى حلو في الفيديو. فالموقف ده انا نزلت اشتغلت اوبر والدنيا حلوه، وفتح التليفون وبتاخد انت تستلم الاوردر على الابليكيشن وانت سايق، فيقول لك هتروح المطعم الفلاني، هتاخد الاوردر الفلاني، وبعد كده هتوصله الحته الفلانيه، انت بتاكسبت الاوردر وبتتوكل على الله ايه تروح على المطعم. فانا اليوم ده على ما اتذكر ان انا كنت مفروض ان انا هجدد التليفون بتاعي تاني يوم الصبح. يعني انا تاني يوم الصبح المفروض ان انا اروح ادفع الاشتراك وبتاع واجدد الخط، لان انا لسه ما كنتش عملت، يعني الخط بتاعي ما كانش مفتوح، ان انا لسه ما كانش معايا الاوراق كلها، ما كنتش سلمت لهم السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعي. فالمهم اخدت بعضي ونزلت. طبعا انا اليوم ده انا فاكره كويس جدا، يعني الموقف كان موقف عالمي يعني. صحيت متاخر وبتاع، قلت بس ايه انا احلى حاجه انا اعمل ايه انزل اشتغل بالليل، لان بالليل بقى الوقت اللي هو بتاع العشاء والناس ايه الشغل بيبقى احسن بكتير من الصبح. لان انت عارف الفتره اللي هي بتاعت الصبح دي يعني فتره الفطار والغدا ما بيبقاش عليها الضغط قوي زي بالليل يعني. وانا افتكر ان هو كان يوم جمعه، ويوم الجمعه هنا ويك اند، ان انت هنا بتشتغل، يعني لو انت شغال في شركه او شغال في مصلحه بتشتغل من يوم الاثنين للجمعه، الاجازه بتاعتك سبت وحد. فيوم الجمعه ده الويك اند بقى، والناس بقى ايه مولعاها اوردرز وبتاع. المهم نزلت وبدأت الشغل وبتاع ويلا بينا، ورحت اخدت اول اوردر وصلته في التاني في التالت. وانت احيانا ايه يجمع لك اوردرات، مثلا تاخد من نفس المكان اوردرين ثلاثة وتروح توصلهم في السكة. فاليوم كان ماشي حلو جدا، يعني اليوم كان عالمي معايا، والشغل ورا بعض ورا بعض ورا بعض. ف وانا شغال سرحت في الوقت. زي ما انا قلت لك انا كنت المفروض ان انا تاني يوم الصبح اجدد الخط او ادفع الاشتراك يعني بتاع الخط بتاع التليفون. فايه سرحت في الوقت، انا نازل بالليل جالي اوردر. كان يعني انا برضو لسه كنت في الاول ما كنتش حافظ نيويورك بمكانها بمناطقها، لو رحت منطقة ما اعرفش ارجع تاني يعني. فايه رحت وبتاع، الواحد بقى الجرأة اخدته يلا بينا اوردر بعيد مش مشكلة، ما احنا واحنا راجعين هناخد اوردرين ثلاثة في السكة. فايه رحت الاوردر، دخلت، كان حد يعني طالب اوردر من ماكدونالدز وبتاع، رحت اخدت الاوردر من على الشباك. كانت الساعة 12 الا دقيقة. فدخلت، انت بتدخل بالعربية درايف ثرو تاخد الحاجة من الشباك وبتاع وايه توكل على الله تمشي يعني. فدخلت مساء الخير مساء النور، والله انا جاي اخد الاوردر رقم فلان الفلاني وبتاع. اه تمام استنى لحظة وبتاع، ادوني الاوردر حلو قوي اكسبت الاوردر. لسه طالع من عندهم ولقيت ايه الابليكيشن قاعد يعمل لودنج. قلت تمام ماشي مش مشكلة، يمكن الحتة دي ما فيهاش شبكة، طولت شوية وقفت على جنب وبتاع الابليكيشن مفيش. يا نهار اسود.
طب إيه اللي حصل؟ أنا مش عارف. أمسك الموبايل أقفل الأبلكيشن، أفتح الأبلكيشن تاني، طب أنا معايا الحاجة بتاعت الناس، تمام، وده ما بيدينيش أي منطق خالص. أجيبه يمين أجيبه شمال، أقف شوية أطول أركن على جنب، طب يمكن هلقط شبكة، الشبكة بدأت تضعف 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 لحد ما إيه، هوب الشبكة قطعت خالص. وأنا كل ده مش مجمع إن إحنا دخلنا في اليوم الجديد، وإن هو ده اليوم التجديد بتاع الخط بتاع التليفون. وهوب قاموا قاطعين عني اللاين بتاع الموبايل تماما. فبقى الموبايل بالنسبة لي في إيدي حتة حديدة، أنا مش عارف أعمل إيه. فوقفت كده على جنب، طب إيه اللي يحصل؟ طب لو قفلت التليفون وفتحته تاني طب أعمل إيه؟ مش عارف. طيب خلاص، أنا فين؟ أنا مش عارف أنا فين. فطولت شوية لقيت بنزينة، دخلت البنزينة ركنت جوه، لأن أنا طبعا إيه، أنت مش عارف، أنا مش عارف أركن على الطريق يعني، الطريق هناك مفيش مكان عارف أقف فيه وبتاع. وقلت لأ بقى، مش هركن على جنب وبعد كده حد يطلع لي ظابط يجي يقول لي أنت راكن ليه ويديني مخالفة وبتاع. فقعدت ماشي كده شوية لحد ما لقيت البنزينة دي، دخلت البنزينة وركنت إيه في البنزينة على جنب. أدخل أدور، أبص في التليفون مش لاقي أي حاجة، التليفون قاطع شحن، الدنيا إيه، خربانة خالص. قمت داخل البنزينة، مساء الخير مساء النور، طبعا ده سؤال كان غريب جدا يعني، عندكم تليفون؟ قال والله ما فيش تليفونات هنا. هو طيب ايه؟ قمت جايب ازازة مية، طلعت قعدت جنب العربية وانا مش عارف اعمل ايه. لا انا عارف اروح ولا عارف اكلم حد يجي يلحقني، تمام، ولا الهوا. ففضلت قاعد حوالي ساعتين مثلا، كانت بقى الساعة دخلت حوالي الساعة 3 الفجر وأنا مش عارف أعمل أي حاجة، لا أنا عارف أروح ولا أنا عارف أنا فين، ولا في حد يساعدني، ولا عارف أكلم حد. والدنيا كانت خربانة خالص يعني. كان يوم عالمي. فالموقف ده عمري في حياتي أنا مش هنساه يعني، لحد النهاردة الموقف ده حصل مثلا من حوالي 3 سنين، أو ده كان أول ما جيت يعني، وأنا لحد النهاردة مش هنساه. وأحب برضه أشكر يعني الراجل المحترم اللي كان في البنزينة، طلع عربي، طلع من فلسطين. فالمهم نجيب يعني طالما جبنا سيرته نحكي بقى القصة كلها. فأنا قاعد طبعا إيه، الدنيا سقعت تلج. حلو، أنت في نيويورك صيف شتاء، الدنيا بالليل بتقلب سقعة تلج، الدنيا سقعة، وأنا مش معايا هدوم بقى، ما كنتش عامل حساب إن أنا هقعد بره كل ده. وبقى إيه، أنت دخلت الساعة داخلة على 3 الصبح، أشكال ضالة بقى تعدي قدامك، واللي يبص لك كده واللي يعملك وبتاع. بيني وبينك ايه، انا اترعبت. يا نهار اسود، طب انا اعمل ايه؟ اروح فين؟ اجي منين؟ مفيش بقى خالص. فين وفين الراجل صاحب البنزينة ده طلع بره، لقاني واقف، فافتكر ده اللي دخل سألني على التليفون، فجاء قرب مني وبتاع، بيقول لي هو انت في ايه؟ ايه المشكلة اللي معاك يعني؟ فحكيت له، قلت له والله انا كنت كذا 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 كذا. انا بقى بحكي نص القصة، ولقيت لك ايه بقى، هو انت عربي؟ فانا للحظه كده، انت عربي؟ هو انا بحلم ولا بدات اهلوس ولا ايه اللي بيحصل ده؟ هو مين اللي بيكلمني؟ ولا ده هل هو اللي قال كده ولا ده اصوات في دماغي يعني، ولا ايه إيه الموقف يعني؟ فقلت له اه انا عربي. حضرتك عربي؟ قال لي اه انا فلسطيني. قلت له يا عم، الحمد لله على السلامه، احسن ناس اهل فلسطين وبتاع. وقف بقى معايا، تمام، وربنا يكرمه يعني اخر كرم. لما حكيت له القصه صعبت عليه. قلت له والله بص انا شغال اوبر ايت، والتليفون عندي قطع خالص، وانا مش عارف اروح فين ولا اجي منين، ولا عارف اكلم حد، ولا عارف ايه اللي هيحصل، ولا الدنيا كلها ايه، بايظه بالنسبه لي يعني. فقام الراجل قام مد ايده في جيبه ومطلع لي الموبايل بتاعه، قال لي ايه، خد شوف لو انت عايز تكلم حد ولا بتاع ايه كلمه. قمت انا مسكت منه قلت له ربنا يكرمك يا حاج وبتاع، خدت منه التليفون، كلمت المدام عندي قلت لها بقول لك ايه الحقيني،
أنا حصل 1، 2، 3 وأنا في نُص الشارع ومش عارف أعمل إيه. المهم طيب أنت فين؟ أنا مش عارف أنا فين. يعني كنت سألت الراجل باشا ممكن تدّيني العنوان بس بتاع المكان ده، ادّاني العنوان وبتاع يعني إيه، قُلت لها أنا في الحتة الفلانية، قالت لي طب خلاص أنا هانزل أجيبك حلو وإيه، علشان أبقى أنا ماشية قدّامك ونروّح مع بعض. قُلت لها تمام، ماشي، حلو أوي الكلام ده. فقامت طبعًا جات لي وبتاع، يعني الراجل برضه مش عايز أنُط يعني المواقف، الراجل بصراحة يعني أبو الكرم دخّلني قعدني جوّه عنده من الساعة، عمل لي شاي، شربنا الشاي وبتاع وإيه، وشوية ولقيت المدام عندي جاية برّه، يالّا بينا، يالّا بينا، قُمت مدوّر عربية مشيت وراها وبتاع. الموقف ده بقى أقول لك أنا لو حصل لك يعني يكفيك الشر إن أنت يحصل لك حاجة زي دي، هتلاقي بعديها إيه، إن أنت تتصل بشركة أوبر وتقول لهم الوضع اللي حصل، تحكي لهم القصة، يعني هم بيقدّروا بصراحة، فقاموا مقدّرين الموضوع وقالوا لي: "لا ما تقلقش، ما تحملش هَم، ما فيش مشكلة، إحنا إيه، اتكلمنا مع العميل وبعتنا حد تاني أخد order مماثل وبعتناه له وبتاع والدنيا تمام." قُلت لهم: "طب تمام، إيه، شكرًا، متشكرين يا جماعة." يلا بينا يلا بينا ايه مع السلامة. طيب انا اشتغلت في اوبر قد ايه؟ اشتغلت في اوبر حوالي شهرين. تمام. هاجي لك بقى في نقطة في شغل اوبر، بس بعد ما اقول لك ازاي تطلع رخصة في امريكا، علشان ده قصة وحوار بما اننا فتحنا اوبر وفتحنا السواقة وفتحنا العربيات والكلام الحلو ده كله، فاقول لك بقى ازاي تطلع رخصة هنا تمام في امريكا. طيب بُص يا سيدي، من أول الحاجات زي ما إحنا اتكلّمنا على الأساسيات اللي أنت تجيبها معاك وأنت جاي، والأساسيات اللي أنت تعملها من هنا، من ضمن الأساسيات لو أنت إنسان بتسوق قبل ما تطلع من بلدك، سواء كنت في مصر، سواء كنت في دولة عربية، سواء كنت فين، حاول إن أنت تجيب معاك رخصة دولية. الرخصة الدولية دي اللي هي بتطلع من نادي السيارات، مثلًا إحنا عندنا في مصر بنطلّعها من نادي السيارات، هتطلّع الرخصة الدولية وهتيجي بيها تمام، هتبتدي إن أنت تسوق لحد ما تيجي لك الأوراق بتاعتك لو أنت راجل جاي على هجرة، لو أنت جاي على سياحة تمام برضه إيه، هاتها معاك هتنفعك in case إن أنت سُقت حبيت تأجر عربية، كل الكلام ده إيه، دي مهمة جدًا. طيب نرجع بقى لمرجوعنا، الرخصة في أمريكا بتطلع إزاي؟ حلو، تعالوا نتكلم بقى إيه بصراحة. سواء أنت جاي هجرة أو جاي سياحة، أنا هاقول لك إزاي تطلّع الرخصة في الحالة دي وفي الحالة دي. هتقول لي: "إيه ده يا عم مروان، هو اللي جاي سياحة ده يقدر يطلّع رخصة هنا؟" أقول لك آه، يقدر يطلّع رخصة هنا. في بعض الولايات تقدر تطلّع رخصة، من ضمنهم ولاية نيويورك، تقدر تطلّع رخصة وأنت معاك فيزا سياحة وأنت في ولاية نيويورك. طيب إزاي بقى؟ أقول لك أنا إزاي. مبدئيًا تعالَ ناخد إيه موضوع السياحة ده كده في السريع، لإن أنا طبعًا يعني مش بارشّحه تمام، لإن هو فيه مخاطر كتير، وأنا أصلًا من ضمن الحاجات اللي أنا عامل علشانها سلسلة الفيديوهات دي، إن أنا أعمل زي توعية للناس اللي بتيجي سياحة، إن أنت بتيجي بتضيّع وقتك على الفاضي. من كذا ناحية، يعني من كذا حاجة. أنا عارف طبعًا إن الناس في ناس كتير لأ يا عم أنا عايز أطلع زي ما أطلع وزي ما آجي وبتاع، تمام، باشا يعني طبعًا ده رأيك ودي حياتك في الآخر، أنا ما أقدرش أعارضك في موضوع زي ده، تمام، بس أنا باقول لك يعني ليها مخاطر، أنا مش عايزك تاخد المخاطر، أنا خايف على يعني أهلي، العرب دول أنا باعتبرهم أهلي، تمام، أنا راجل عربي وقاعد هنا أهوّة، فلمّا بالاقي حد عربي هنا طبعًا إيه، باخاف عليه، فالمخاطر بتاعتها كتير يعني، فأنت لو عندك option تاني يا ريت تستغلّه وما تحطّش نَفْسك في الخطر طبعًا. المهم، طيب نتكلّم على الرخصة بالشكل الطبيعي، أنت جيت هنا أهوّة ومعاك أوراقك وكل حاجة وهتطلّع رخصة سواقة. طيب أول خطوة خالص بالنسبة لك أنت بتخش تمام، هنا المرور اسمه DMV Department of Motor Vehicles تمام، بتخش أونلاين بتعمل تشوف فين أقرب فرع ليك وتحجز ميعاد. تحجز ميعاد تحجز ميعاد دي أهم حاجة، لو رُحت هناك من غير ما يكون معاك ميعاد ومعاك رقم للميعاد ده مش هيدخّلوك أصلًا من على الباب. تمام، تمام.
طيب أنت أول ما هتوصل هناك هتملى الapplication، اسمك بقى وعنوانك ومع يعني وبياناتك وتاريخ ميلادك وكل الكلام ده إيه، هتملى الapplication ده. هتخش على الشباك، هتقول لهم والله أنا عايز أطلّع رخصة. هيقولوا لك أوكي تمام، عايزها تكون بطاقة بس والّا بطاقة ورخصة؟ لإن هي الID بتاعتك بتبقى يعني هو كارت واحد، ما عندكش بطاقة منفصلة ورخصة منفصلة، هو واحد، هو كارت واحد على حسب اللي مكتوب فوق. لو مكتوب فوق رخصة قيادة driver license فأنت خلاص كده هوّة أنت تمام، لو مكتوب عليها ID فدي تعتبر بطاقة بس يعني. طيب إيه الأوراق بقى المطلوبة بالنسبة لك؟ لو أنت إنسان مهاجر هيطلبوا منك الSocial Security Number بتاعك وإثبات محل الإقامة. إثبات محل الإقامة ده إزاي بقى؟ سواء إن أنت بييجي لك مرتب لو أنت بتشتغل على محل الإقامة فهيبقى فيه العنوان بتاعك، سواء عندك أي حاجة رسمية حكومية مكتوب فيها العنوان هو ده العنوان بتاعك، لأن الSocial Security Number ما بيتكتبش عليه غير اسمك، ما بيتكتبش عليه العنوان. فأسهل طريق إن أنت تجيب بيه محل الإقامة هو إن أنت تجيب جواب من البريد. جواب من البريد إزاي؟ بتجيب جواب حاجة اسمها علم الوصول، أنت بتروح تقول له أنا عايز أبعت الجواب دهوّة على العنوان الفلاني، تمام، ليّا، يعني بتحط اسمك وبتحط عنوانك في الجواب، وبتقول له أنا عايز أبعته وهو يعني وأنا هاستلمه بس عايز أمضي عليه، يبقى معايا proof أو يعني بيبقى معايا دليل إن أنا عايش في المكان ده. تمام، فأنت لمّا هتروح مكتب البريد هم هيعملوها لك، هم عارفين القصة إن أنت عايز ده عشان تثبت العنوان بتاعك محل الإقامة إن أنت قاعد في الحتة الفلانية، فممكن يعملوها لك أصلًا وأنت واقف في مكتب البريد، مش محتاج تبعت يعني تستنى لحد ما الجواب يوصلك وأنت تستلمه في البيت وكل الكلام ده. المهم هتقدّم الأوراق دي وهيعملوا لك الامتحان النظري. أنا واحد باسوق في مصر من وأنا عندي 18 سنة. ف والسواقة في مصر عندنا صعبة بكتير، أصعب من هنا بمراحل. أنت هنا كل واحد ماشي في الحارة بتاعته، يدخل يمين يحط إشارة، يدخل شمال يحط إشارة، يعني بُص بالمسطرة كله بيقف في الإشارة، في الstop sign، حاجة يعني في منتهى الرقي. أنت ماشي مش محتاج إن أنت تعمل حاجة، أنت أمّا تمسك الدركسيون كده وهي هتمشي ببركة ربنا يعني. فطبعًا أنا رايح لأ يا جماعة أنا باسوق يعني إيه اللي فيها يعني؟ قالوا لي الامتحان النظري. طب تمام، أنا راجل سواق بقى لي كتير باسوق، قُلت إيه هيسألوني في الامتحان النظري، إيه الصعب يعني، إيه اللي أنا هيسألوني عليه أنا ما مرّيتش بيه في حياتي من وأنا عندي 18 سَنة لحد دلوقتي. فدخلت الامتحان النظري. الامتحان النظري بتبقى أنت قاعد على شاشة كمبيوتر كده، هو حوالي يعني 20، 25 سؤال. أنا عمري في حياتي ما كنت أتخيّل الأسئلة بالمنظر ده. أنا دخلت على الشباك يالّا بينا وبتاع، قالت لي الامتحان النظري تحب دلوقتي والّا أعمل لك ميعاد ليه؟ أنا قُلت لها لأ تعملي لي ميعاد ليه؟ أنا راجل سواق قديم يعني، يالّا بينا على الامتحان على طول. قالت لي: "أنت متأكد يا ابني؟" قُلت لها: "أيوه يا حاجة يالّا بينا، أنتِ بتتكلمي في إيه؟ أنا راجل باسوق يعني." دخلت قعدت في الامتحان، من كل الأسئلة دي جاوبت سؤالين، هُم سؤالين اللي صح. أنت بعد ما بتعدّي نُص الأسئلة تمام، وما جبتش سكور يكمّلك، الجهاز لوحده بيقفل يعني. فطبعًا الحمد لله أخوكم إيه، أول واحد أمِّن على الجهاز لإن الجهاز قفل في وشّي يعني بمعنى أصح. فقُمت رايح للحاجة دي أو الست اللي كانت قاعدة هناك، لقيتها بتبُص لي كده وعلى وشّها الابتسامة، فأنا دخلت لها أيوه، أنا كنت المفروض أسمع كلامِك. إمم. فقامت باصة لي كده يعني اللي هو إيه، ما أنا قُلت لك يا ابني ما أنت دخلت عليّا دخلة وفاتح صدرك وبتاع قامت مدياني كُتيب كده حوالي بتاع 20، 30 صفحة، قالت لي: "بُص يا حبيبي، خُد الكتاب ده يا حبيبي، روح ذاكر ولمّا تذاكر ابقى تعالَ لنا تاني بقى ما تقرفناش يعني من الآخر يعني." فطبعًا أنا حاضر، حاضر من عينيّا، أنا هاخد الكتاب وأروح أذاكر وأرجع لِك تاني، حاضر. المهم روّحت وبتاع وطبعًا داخل البيت وكده، طلعت قعدت أذاكر، لقيت الموضوع لأ، ده مذاكرة بجد.
إحنا كان عندنا إشارات، اللي هو السهم اليمين ده أنت رايح فين، السهم الشمال ده أنت رايح فين، لأ ده الموضوع مذاكرة أسئلة، إن هو بيسألك أسئلة. طبعًا إحنا هنا عارفين إن الكحوليات مسموح بيها، تمام، أي حد هنا ممكن يشرب كحوليات، ففي أسئلة عن الكحوليات، اللي هو أنت دلوقتي لو أنت قاعد مع أصدقائك ومش عارف شربت كاسين والّا شربت كوبايتين، هل دي ينفع تسوق والّا ما ينفعش تسوق؟ إيه المعدل اللي هو أنت بعد ما شربته ده كده خلاص أنت في حالة سُكر فأنت ما ينفعش تسوق، تمام، طب ولو أنت مش عارف حسيت بدوخة هتعمل إيه؟ إيه التصرُّف؟ فيعني أنت ممكن حاجات أنت تقول يا عم لأ ده يعني ده سؤال عابر هاجاوب عليه عادي، لأ، لأ، هم حاطين لك شوية، هم حاطين لك اختيار، هم عايزين الاختيار ده، حتى لو الاختيار ده غريب بالنسبة لك، فهو ده اللي هم هينجحوك عليه، يعني أنت إيه ما تفتيش في الموضوع يعني. وفي application على الموبايل يعني يعمل لك كده simulation للامتحان، إن أنت تخش تختار الأسئلة وتختار الإجابات وبتاع، بيقعد يدربك يعني بعد ما أنت بتذاكر. المهم مش عايزين نطوّل أكتر من كده، رُحت تاني وبتاع بعد ما ذاكرت ودخلت الامتحان، نجحت في الامتحان، طب يالّا إيه، تروح علشان تعمل امتحان السواقة بقى. تمام، دخلت طبعًا أنا قُمت داخل بصّيت على جوجل وعلى يوتيوب امتحان السواقة في أمريكا وبتاع، عينك ما تشوف إلا النور بقى، يقول لك بُص هو بييجي يقعد جنبك وأنت بتسوق بقى مش كونزات وهتعدّي ما بينهم وتعمل زجزاج وترجع بضهرك، لا، 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 لأ، أنت هتطلع على الشارع. هو هيقعد جنبك وهيقيّمك وبتاع ومش عارف، قال لك أنت لو دخلت العربية دوّرت قبل ما تلبس الحزام دي تسقّطك، يقول لك انزل من العربية، طب إيه الموضوع، طب إيه الحكاية؟ قال لك أسلم طريقة إن أنت تروح مدرسة تعليم سواقة. مدرسة تعليم سواقة، ما أنا باسوق يا جماعة، وسُقت في أمريكا، كان معايا الرخصة الدولي وسُقت بيها يعني، فأنا عارف إزاي هاسوق هنا قال لك بس اسمع إيه الكلام وروح على هم هيقولوا لك كام تريكاية وبعدين تمام، هم بيُفضّلوا بتوع الامتحانات يعني اللي بيمتحنك من المرور بيُفضّل العربيات بتاعة مكاتب إيه، تعليم السواقة، ليه؟ علشان بيبقى فيها الدوّاستين الفرامل والبنزين عنده، فلو أي حاجة حصلت هو يبقى كده حاسس بالأمان بدل ما أنت تروح بعربيتك، لإن هم طبعًا إيه، ما بيدّكش عربية عشان تمتحن عليها، مش زي عندنا في مصر بتروح وهي عربية المصريين كلّهم بيمتحنوا عليها، لا، لا، لأ، أنت بتيجي بعربيتك تمام، هو بييجي يركب جنبك وبتطلعوا تعملوا لفة كدهوّة تمام، وهو بيبقى قاعد ماسك الورقة بيقعد يصلّح لك، طبعًا أنت ما تبُصّش تمام، ودي نصيحة يعني ما تحاولش تخطف عين كدهوّة، هو لو شافك ممكن يسقّطك فيها تمام، المهم رُحت وبتاع قعدت أدوّر طب مدرسة تعليم سواقة جنب البيت، ها، لقيت واحدة مدرسة يعني، قُمت إيه متصل بيهم يا جماعة والله أنا عندي الامتحان كمان كذا يوم وعايزكم إيه علشان نعمل يعني تجربة كده قبل الامتحان. طيب ماشي ما عندناش أي مشكلة، طب إحنا عندنا offer إن أنت قبل الامتحان بتاعك بساعتين زمن نبعت لك حد تتفق يعني معاه وكدهوّة، حد مدرب سواقة هييجي معاه العربية تمام، وهيعلّمك ساعتين كده، وبعد كده إيه هتمتحن على العربية بتاعتنا يعني. قُلت لهم حلو أوي، أوي الموضوع ده، يالّا بينا إيه تعالوا دلوقتي وأنا هابتدي معاكم وندخل نعمل الامتحان مع بعض. وفعلًا جيت طلعت بقى إيه، الحاجات اللي هم إيه، قالوا لك عليها دي اللي أنا لسه كنت باقول لك دلوقتي لو المدرسة هتفرق معاك كتير. فمثلًا أنت لو داخل دخلة شارع تمام، ما الشارع ده فيه حارتين، حتى لو الشارع فاضي ما تطلعش على الحارة اللي في الشمال، لو أنت بتلف يمين يعني تاخد إيه، على الضيّق ما تلفش على الواسع، مش عارف لازم تركن محاذي للرصيف من غير ما تلمس الرصيف بأي عجلة من العجل. تمام، وتبقى عامل بعد ما تخلّص الركنة تعدل العجل بتاعك والدركسيون تخلّيهم straight كده، فشوية حاجات إيه، إحنا بالنسبة لنا لو أنت بتسوق ما تجيش في دماغك أوي يعني هي دي اللي هو هيدقق عليها، هي دي اللي هيمسكها لي يعني، هي دي اللي هيمسكها لك وهي دي اللي ممكن يسقطك عليها يعني، أعرف ناس كتير عادت الامتحان ده أكتر من مرّة بسبب الحاجات الصغيّرة دي. فالمهم رُحت وبتاع وعملت الامتحان، ركب معايا واحد يعني ما بينطقش، أنا حسّيته أخرس، قال لي: "صباح الخير." دخل ركب وسكت، بعديها ما اتكلمش خالص، هو بس بيقول لك يالّا ابتدي تمام، ويبتدي بقى هو إيه، يشتغل لك إشارات، خُش يمين، خُش شمال،
آآ اركن هنا، لِف من الشارع ده وارجع، حاجات كده يعني. فخلّصت الامتحان وهو قاعد جنبي، فوإحنا راجعين تاني على المكان عشان أنزّله، سألته قُلت له: "طَب إيه الأخبار، أنا عملت إيه؟" قام مدّيني كده طرف عين، تمام، وقال لي: "بس إيه وصّلني." وصّلته نزل وقال لي: "النتيجة كده، كده هتيجي لك على إيه، على الإيميل بتاعك." فبعديها بحوالي كام ساعة كده جالي الإيميل: "آه، لأ تمام، الدنيا حلوة." طيب أوكي. فأنت بقى بتروح تاني يوم المرور ياخدوا لك صورة، تمام، ويبعتوا لك إيه، الرخصة على البيت. فدي من إيه، من الحاجات اللي أنت هتحتاجها وأنت بتقدّم في أوبر، إن أنت لو معاك الرخصة دي تبقى أنت وفّرت على نفسك كتير أوي يعني. تمام، وتبقى ماشي أمان بقى، أنت مش محتاج بقى بعد كده تشيل معاك الباسبور وتشيل معاك الرخصة الدولي وتشيل، 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 لأ أنت معاك الID، هو لو في أي حاجة عليها بياناتك كلّها، لو حد وقّفك والّا حاجة هياخد منّك الID، الموضوع إيه، تمام، هيعدّي يعني، ما خلاص أنت واحد معاك ID يعني، الحكومة مُعترفة بيك هنا. نرجع تاني لأوبر، تمام، والنقطة دي نقطة مهمة ومش عايز حد يُقع فيها زي ما أنا وقعت فيها. أنا أول ما جالي الورق دخلت على أوبر على طول، يعني اللي هو أنا ما سميتش، مساء الفل وبتاع، أول ما الورق جه قُمت يالّا بينا مقدّم دوّر واطلع على طول. نسيت نقطة مهمة جدًا، إن أنا ما عنديش حساب بنك في أمريكا. طب دي أنا أحلّها إزاي بقى؟ أنا اشتغلت لمدة أسبوعين في أوبر، ليّا فلوس في الapplication مش عارف أخرّجها، أدوّر، ألِف، أروح وآجي على البنوك، تمام، لأ أنت لسه مش معاكش إقامة فمش عارفين نفتح لك حساب في البنك. في بنوك معيّنة بتيجي تقول لك: "لا والله أنت ما ينفعش تفتح الحساب هنا إلا لمّا تكون معاك ورق إقامة، مش هافتحه لك بتصريح عمل وسوشيال يعني، لمّا تاخد الgreen card بتاعك تبقى تيجي ونفتح لك إيه، حساب معانا." طب يا جماعة أنا عندي فلوس مش عارف أعمل إيه، قعدت ألِف طبعًا إيه، البنوك هنا حدِّث ولا حرج كتير جدًا، تمام، لحد ما لقيت بنك اتصلت بيهم في التليفون: أنا وضعي 1، 2، 3، 4 وعايز أفتح حساب عندكم. قالوا لي: أوي، من عينينا تنوّر وبتاع. نقطة تانية برضه قبل ما أنسى الموضوع ده، إن أنا كان في بنوك كتير آجي عشان أفتح حساب يقول لي: لأ في حد أدنى عشان فتح الحساب. طب يا جماعة الحد الأدنى بتاعكم كام؟ اللي يقول لي 3000 واللي يقول لي 1500، ولازم يبقى ال1500 دول جوّه الحساب، ما ينفعش إن أنت تسحبهم بمجرد يعني ما تفتح، ده الminimum balance اللي يكون موجود، أقل من كده نقفل لك الحساب وبتاع. فإيه، البنك ده أنا كلمتهم: صباح الخير، صباح النور، أنا عايز أفتح حساب. لأ تمام، أنا وضعي 1، 2، 3 ومعايا الأوراق دي ولسه ما جاليش الgreen card. قالوا لي: ولا يهمك، تعالَ وإحنا إيه هنتعامل، الدنيا حلوة يعني. فأخدت بعضي ورُحت فتحت الحساب ده إيه، في البنك ده. فأنا فتحت الحساب من هنا وبتاع، كانت التكلفة بتاعته قليلة وقالوا لي: لأ تمام، طالما أنت معاك السوشيال نقدر نمشّيها لك وبتاع، المدير هيمضي وهنفتح لك الحساب. طيب تمام، شكرًا، شكرًا، تمام. ودي كانت التجربة بتاعتي في أوبر، لإن أنا أول طبعًا ما فتحت الحساب من هنا قُمت دخلت على الapplication بقى في ساعتها على طول، ما أنا قاعد بقى مزنوق، أنا مستني الفلوس اللي جوّه اللي محشورة دي، يعني معييش فلوس، عايز الفلوس ونبتدي بقى إيه، يعني نحس إن إحنا بنشتغل وبناخد المردود بالشغل ده عشان نعرف نصرف يعني. ف قاموا فاتحين لي الحساب، دخلت على طول، حطيت البتاع في الaccount، قام إيه متحوّل لي على طول المبلغ. تاني يوم قُمت جريت على أقرب ATM، حطيت الكارت، هات إيه الفلوس، تمام، والحمد لله خلصت على كده. وقعدت في الشغلانة دي حبّة حلوين، أدخل يعني إيه بعد الضهر أشتغل فيها شوية، لإن أنا طبعًا اشتغلت حاجات كتير يعني، ودي الفيديوهات اللي جاية برضه أنا مش عايز أحرق لكم اللي جاي إيه، تمام، بس في حاجات كتير أوي جاية إن شاء الله في الchannel دي. ومستني أي سؤال عايزين تسألوه، أي موضوع عايزين نفتحه ونقعد نتكلم فيه، لأن أنا زي ما قُلت في الحلقة اللي فاتت، أنا عامل القناة دي إن أنا أقعد أتكلم معاكم، ندردش، أنا مش عايز أطلع يبقى معلومات قاعد بارُصّها، أو
نروح آخدكم حتّة على مزاجي وأقعد أورّيكم الحاجة وأنت مش مهتم بيها، لأ أنت في معلومات معيّنة عايز تعرفها، تمام، فدي هتبقى إيه، طريقة التواصل ما بيننا إن أنت تكتب لي comment والله أنا عايز أسأل على الموضوع الفلاني، فأنا أعمل لك عنّه حلقة، تمام، أجيب لك كل المعلومات والبيانات ونطلع نتكلّم كده، لإن أنا حاسس إن أنا قاعد باتكلّم يعني إيه، مع أصحابي، لا إحنا مش قاعدين رسميًا زي ما أنتم شايفين كده، أنا قاعد عندي في البلكونة، تمام، قعدة حلوة، الجو جميل، قاعد باتكلّم معاكم، قهوتي في إيدي، الدنيا جميلة. فدي كانت الحلقة بتاعة النهارده، لمّا اشتغلت في Uber والموقف اللي حصل لي لمّا تُهت، تمام، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هتبقى بقى إيه، موضوع أحسن بكتير، الشغلانة التانية اللي أنا اشتغلتها، والشغلانة التانية دي كانت أول شغلانة أقدر أتنفّس فيها، أحس إن أنا هاجرت، إن أنا اشتغلت وبقى عندي مُرتّب ثابت وابتدي إيه، أعرف إن أنا أعيش حياتي شوية، تمام، فما تنساش تتابعني هنا وتستناني الحلقة اللي جاية، الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هتنزل الحلقة اللي جاية. وعندنا الإنستجرام والتيك توك بانزّل عليهم reels من الحلقات، وبانزّل عليهم stories وبينزل عليهم شوية أسئلة وإجابات، لو أنت عايز تسألني على حاجة هاجاوبك عليها، وبس. كان معاكم مروان، ومستنيكم الحلقة اللي جاية، سلام عليكم.